بحالي. حنا كنحاربوا الشرف، كنحاربوه باي حاجه كنحاربوه. واقول لهم بعدا بحالك الحمد لله اللي وصلتي لهذا السن وانت مازال هكا. ديما تنقولوها. تنقول لهم واخا الانسان يشرف يبقى السر ديال سيدي ربي عليه ان شاء الله. هذا ما تبارك الله راه هي تجاوزت 70 سنه وداخله للثمانينات باذن الله. أقوى سيروم طبيعي ضد التجاعيد. كيف ما كان عمرك في 50 في 40 في 60 غادي ينفعكم. يكون راه عندكم غادي توليو ان شاء الله قمر كيضوي. النور، مساء السرور، مساء السعادة على قلوبكم الجميلة البيضاء. متابعينا الأعزاء الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أفضل صحة وعافية. اليوم جبنا لكم أقوى سيروم طبيعي منزلي، غادي نوريوك كيفاش تصوبيه غير من دارك. كيضاهي أقوى الكريمات الغالية اللي في السوق، اللي يمكن جربتيو منها بزاف وبلا فائدة. اليوم فقط مكونات بسيطة، حتى لو كنتي في 50 ولا 60 عام من عمرك قادة تنقضي تجاعيدك وعلامات تقدم في العمر. هذا سيروم طبيعي ضد علامات تقدم في العمر وضد التجاعيد، كيف ما كان نوعها، سواء الرقيقة او المحفوره، كيف ما كان النوع ديالها. سيروم مغذي بزاف، تبعوا معنا الوصفه مهمه بزاف، مكونات بسيطه بدراهم قليله، غادي نتحداو الشيخوخه. خليكم مع الحاجه باهيه غتسلم عليكم مباشره، نوريكم الطريقه. السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم، وليداتكم، رجالاتكم، عائلتكم كامله، يا ربي تكونوا مسرورين كاملين ان شاء الله بحول الله. اليوم ان شاء الله جيناكم بواحد الوصفه خاصه بواحد السيروم ديال الوجه ضد الشرف بحالي. حنا كنحاربوا الشرف، كنحاربوه باي حاجه كنحاربوه. واليوم ها الوصفه هي هذه كما يلي. وغيقولوا لك بحالك، واقول لهم بعدا بحالك الحمد لله اللي وصلتي لهذا السن وانت مازال هكا. ديما تنقولوها. لهم واخا الانسان يشرف يبقى السر ديال سيدي ربي عليه ان شاء الله. هذا ما كان ديما تيقولوا لنا، ولكن بالمداومه وبالشغل، ماشي غير جالسين مربعين يديداتنا ونقولوا غادي لا، خصنا نقابلوا راسنا. هذا ما كان. كيف ما كتعرفوا دائما السمد الوالده تبارك الله راه هي تجاوزت 70 سنه وداخله للثمانينات باذن الله بطول عمرها، باش ما تقولوش كون كان الخوخ يداوي راسو، راه الحمد لله. الحمد لله بالنسبه لي لها راه داوات راسها. انا بغيت نشوفكم كاملين هكذايا ان شاء الله، واخا توصلوا للتسعينات تكونوا منورين. الوصفه ديالنا العليم ان شاء الله باذن الله ما نطولوش عليكم. الوصفه ديالنا سهله ومهله، غندخلوا مباشره في المكونات وطريقه التحضير. ماما شنو عندنا هنايا؟ هنا بانت لي الزويته ان شاء الله بحول الله. هنا عندنا الزيت العود، زيت الزيتون. اييه ان شاء الله منها 3 ديال المعالق. هي عندي هنايا معبور 3 المعالق ديال زيت الزيتون. ان شاء الله بحول الله غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال زيت اللوز. اييه زيت اللوز. كتلف لي هذه جوجوبه مع اللوز. هي دي معلقه صغيره كبيره. هي عامره زيت اللوز الحلو ديال زيت اللوز الحلو. هي غادي نزيدو عليها، غادي نخلطوا هاد الزويتات بعدا نخلطهم شويه ينسجموا مع بعضياتهم باش نزيدوا عليهم النواشف. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نزيدوا عليهم زيت. هذه معلقه كبيره ديال زرعه الكتان. هاي معلقه كبيره ماشي صغيره، راه عندي معبوره. هاي اللي قبطناها وطحناها. هي مطحونه طبعا، راه هي باينه مطحونه. ان شاء الله بحول الله غادي نزيدوا عليها ان شاء الله من بعد نخلطوها مع ديك الزويتات اللي درنا هكذا مزيان على هذا الشكل كما كتشوفوا. نخلطها مزيان ان شاء الله. غنزيدوا عليها معلقه كبيره ديال حبوباتي مطحون. اتاي الاخضر، الشاي الاخضر مطحون. هو دا عندي حتى هو معبور. دابا بيد ماما تخلط هاد المكونات مع بعضياتنا. غادي نفكركم مره واحده اخرى بالزياره ديال الباج ديالنا الانستغرام
اللي يمكن لكم تلقاوها في خانه الوصف، راه كاين الرابط تما. اللي ما عرفش يمكن له يمشي للانستغرام ويدير في البحث يوميات حليمه وبهيه، راه غتطلع له لاباج ديالنا الانستغرام اللي فيها بزاف ديال الحويجات اللي ما كيكونوش في اليوتيوب. وهجموا علينا في الانستغرام، راه غتشوفوا يومياتنا، خروجاتنا، بعض النصائح، بعض الفيديوهات اللي ما غتلقاوهمش هنايا غتلقاوهم تما. مهم غادي تشوفونا عن قرب، ان شاء الله تابعونا. بحول الله. من بعد ان شاء الله غادي نزيدو معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. اييه هي حتى هي راه عندنا معبوره، معلقه صغيره باش ما نبقاوش نطولوا عليكم تنختصروا في الخدمه في الاول. غادي نخلطوا الجميع، غادي نخلطوا مزيان باش ينسجموا لنا مع بعضياتهم، وان شاء الله تكون النتيجه حسنه ومرضيه ان شاء الله. بعد ما خلطنا هذا الشيء كامل ان شاء الله غنزيدوا واحد الماده واحده اخرى، هي ان شاء الله زيت الكوكو. عندنا هنايا غنديروا 2 معلقات ديال زيت الكوكو اللي هما كبارين. اللي هما كبار. زيت الكوكو هو زيت جوز الهند دابا هو هذا كنتوما كتعرفوا مع البرد جامد. المهم غادي ندير القياس ديال معلقه كبيره، 2 معالق كبار. 2 معالق، سمح لي 2 معالق كبار. هاي هذه الاولى وهذه الثانيه. راه ملي كيذوبوا غادي يعمروا المعلقه. مع البرد تبارك الله هذا الشيء كيجمد. ها المعلقه الثانيه. دابا من بعد الاضافه ديال بعد الاضافه ديال 2 المعالق ديال زيت الكوكو ان شاء الله غادي نخلطوهم باش يذوبوا دغيا مع السخونيه. ها هي، وغادي نديروهم في حمام مريم هكذا على هذا العمل هذا هكذا تيذوب ان شاء الله على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. راه درنا كسرونا فيها الماء، ها الماء ديالها فين واصل. غادي نغطيوها لمده 40 دقيقه. 40 دقيقه بالضبط. غادي تخليوها على نار هادئه ولكن تغطيوها على هذا الشكل. حنا درنا منيدل، كيعجبنا حمام مريم بهذه الطريقه هذه احسن، كيجي احسن وكيعطي المفعول ديالو احسن، خصوصا مع السيرومات والزيوت اللي كيداروا في الليليه. راني باش نغطيه باش ما يطروناش الفوائد ديالو وغنديروهم على نار. ما تسدوش عليه بزاف، غير غطيوه وصافي باش ما يطقطقش. الزيت ديالنا هي هذه، ها هي كما كتشوفوا على حمام مريم. ها هي دي كتوجد. دابا تقريبا دازت واحد نص ساعه، مازال نكملوا 40 دقيقه باش نشوفوا النتيجه النهائيه. ومازال الوصفه فيها ما يتشاف، يعني كملوا معنا الله يخليكم فيديو للاخير. متابعينا الاعزاء، الزيت ديالنا راه هو واجد، او السيروم الليلي ديالنا ها هو واجد على حقو طريقو. يلا دابا ما بقى لنا الا نصفيوه. هي كالحاجه باهيه ان شاء الله. ها هو دا واجد. هانتوما شتي راه كنا خليناه فوق ديك حمام مريم واحد المده، راه قالت لكم حليمه شحال. دابا غادي نصفيوه ان شاء الله به. بسم الله. صفا كيكون خدا اللب ديال داك المواد كاملين راهما في الزيت. غيكون هبطوا في الزيت. بالنسبه للشاي عندنا زريعه الكتان، ما يمكن لك تهبط ديك التفل وتزيد تصفيه، راه باقي فيه الزيت باقي. مازال خصو يخرج منه الزيت. عافاك شو الزيت ديالو ولات خضراء. لانه فيها المواد طلق داك المفعول ديالو. المفعول والمواد ديالو. راه هنايا اقوى سيروم طبيعي كما قلت لكم ضد التجاعيد. كيف ما كان عمرك في 50 في 40 في 60 غادي ينفعكم. غير جربوا. ما تنساوش تهلاو في العنق. ملي ديروا الوجه العنق حتى هو تهلاو فيه. خدا كاع المكونات اللي خصهم ياخذوا. دابا حنايا غادي نديروه مؤقتا في هذه القريعه، تنشوفوا شي قريعه اللي يمكننا نستخدموها ديال السيروم نيت كتكون بالقطاره باش يمكننا نقطروه على وجهنا. هي بغينا نوريكم، وراه الرائحه ديالو زوينه ما غاديش تزعجكم، لان كما كتعرفوا السيروم هذا سيروم ليلي اللي غنستخدموه بالليل ان شاء الله على البشره ديالنا.
وغادي تشوفوا النتائج الصوم المبهره اللي تاعها مزيانة غتعطيكم ان باش شاء الله. يخرج داكشي ديالو كامل شويه. ها نتوما هذا هو، هذا اللون ديالو. هذا بالليل وعطيوه شويه ديال الدهين هكذا، دهين دائري الوجه والعنق. دائما ملي دهنوا العنق جبدوا العنق للقفه. دهنوا العنق ولكن التجبيد يكون للقفه. غادي يديروه من الليل يوميا ان شاء الله. هو دابا بلاتي غير شويه غتصيب الجلده شرباتو. انت ها نتوما شوف قرب من هكا دير لي هكاك. ها نتوما شويه الجلده راه كتشربوا واخا تثبتوا به ماشي مشكل. ها نتوما دابا تشرباتو الجلده كامله. شرباتو الجلده كامله دابا، خصوصا اليد، لانه دابا في هذا البرد كنعانيو من الجفاف. الجفاف ديال الجلد. ها هو شرباتو. تبارك الله شرباتو كامل. تشرب كامل. دابا انا كندلك كنحس ما بقاش يدخل في الجلد. ها هو هذا السيروم ديالنا ساهل ماهل. ها نتوما كما كتشوفوه زويته. غديروها بشي قريعه ماما، شرحي لهم، هضري مع متابعين. غديروها بشي قريعه تكون معقمه ومسدوده باحكام، وغادي ديروها عند راسكم ملي تجيو تنعسوا. دهنوا وجهكم مزيان وعاد نعسوا. من خلال 3 ايام غتشوفوا واحد النضاره، واحد التفتيح لا مثيل له. ابتداء من شهر غادي تلاحظوا وجه ديالكم رجع سنين للوراء. تيقوني مع هاد الوصفه هذه ومع هاد السيروم هذا اللي يمكن تاخذوه باغلى الاثمان، يمكن يوصل حتى 1000 درهم 1500 درهم. هذا بسيط بزيوت بسيطه، ولكن الفوائد ديالها عظيمه وعظيمه جدا. والمكونات اللي ضفنا ايضا سواء القهوه او الشاي او زرع الكتان راهما اقوى محفزين للكولاجين في البشره ديالنا، مضاد للاكسده، وكيعطي واحد الشد واحد النضاره والتفتيح لا مثيل له. بزاف مفيده. وديروه يوميا تتسالي هذا الوصفه كامله. عاود يوميا عاود جددوها. هذا هو المفروض يكون عندكم. غادي توليو ان شاء الله قمر كيضوي ان شاء الله باذن الله. باذن الله. شنو تقولي للمتابعين ديالك ماما قبل ما نختموا الوصفه ديالنا اليوم؟ فرحانه بهذا الشيء اللي كنعطيهم، وكنتمنى ما كرهتش نشوف كل وحده فيهم بوحدها نشوفها كيف ولات هذا من بعد هاد الوصفات. شكرا بزاف لكم متابعينا العزاز، شكرا للمتابعه ديالكم ومع السلامه. باي باي. السلامه.